السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ولا نهار جديد معايا ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. صبحت عليكم بالخير وربح، ولهنا نقول لكم صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الطاقة الإيجابية. يلا مع فيديو جديد ولا نهار جديد شتوي كما راكم تشوفوا. راح نتقاسم معاكم نهاري خياتي ان شاء الله يا ربي يعجبكم. فيها هكذا افكار تدابير همسات. يلا نبداو على بركة الله، بسم الله، بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيتكم بهاد لابلونت جديده اللي كنت شريتها، دخلت لداري وراني فرحانه بها بزاف. كنت شريتها في الكافور البنات بستين ألف. يعني بزاف بزاف جايه خشينه هكذا يعني واش حبيت نقول لكم، لافوي تاعها هذيك خشينه. الوغ كي يكونوا خشان هكذا راح يساعدوكم بزاف باش ما يفسدوا لكمش. وكنت اني تقضيت هذوك التقاشر من الوايكيكي، شيتهم خمسة ب100 ألف. هنا البنات بديت بالروتين ديالي، توجور نبدا بالاذكار الصباح كيما راكم تشوفوا. وحبيت نقابلكم بهاد واش نقول لكم، هاد الخربه، هذه خربه اللي عندها دراري دائما دارها مخربه. يقول لك يعني ولا دخلتي للدار ولقيتيها مرتبه ومسقمه والمراه هذيك عندها دراري، عارفي بلي هذوك دراري راهم مرض. يعني هذه اللي يقولوها تاع التنميه البشريه. الوغ دائما الدار كي تكون مخربه ليسونسيال تكون نقيه وفيها ريحه النقا. هذاك هو المهم بالنسبه لي انا. كي تكون هكذا مخربه عرفوا بلي راه كاين دراري. ولا دخلتوا لقيتوا ما كاش دراري وحاله مرتبه، عرفوا بلي هذيك المراه مرتبه ومقيه. ولا لقيتوها الدار يعني مخربه وكامل، عرفوا بلي الدار هذيك راهي فيها الدراري. ليسونسيال البنات راكم تعرفوا هنايا كنا في فتره الاختبارات وخلاصوا تهنينا منهم. حبيت نسقسيكم برك نقول لكم الا خدمتوا مليح شحال ديتوا، الا كيما نقولوا اعطوني برك العلامات ديالكم، ولا ديتوا مليح على التعب ديالكم اللي تعبتوه. اسكو خدمتوا في الاختبارات؟ رجعوا لي في لي كومونتير. بيسك حنا رانا نديرو في الاختبارات ماشي ولادنا، نعاودو نقراو كلش ونقريوهم ليسونسيال. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا هادي روج الاف، هادي كريم دو جور، هادي ديودورون مرميه. المهم هادوما لي شوز كامل انا نديرهم في الليل بعد ما يعني ندوش ونغسل وكامل، نبدا غير نطلق ليسونسيال. هنا حبيت نرجع لكم هاد لو طانو هذا. شوفوا البنات، هذا شرط تاع وليدي هاني. قال لكم اذا قال لي على كل حال، قال لي ماما شوفي جيبي لي وحده اللي يجيها الصباط الذهبي، اللي ما يجيهاش غير ما كان له دخليها للدار. يعني هو الشرط ديالو هاد الصبيبط هدايا الذهبي. شوفوا قلت له دوك على بالك، دوك انا غير نهضر هاد الهضره هادي والدار راهي عند الباب لاشان، راهم البنات اغوغو. يلا نشروا الخبر البنات. شوفوا لي جهات الصباط هذا. تواصلوا معايا مع ام هاني وقولي لي شكون اللي جا هاد الصباط هذا. المهم اللي عندها بنوته ولا تجاوبني. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا، بعد ما يعني خملت البيت دخلت لهنا للكوزينه. الحاجه الاولى اللي نديرها كامل في الكوزينه بعد يعني ما نشرب قهوتي وقلت لكم نقعد ديك الوقيته، انا هذيك الطبيب ما ينحيها ليش، يقول لي نحيها، نقول له ما نحيهاش. يعني لازم نقعد ديك السويعه 20 دقيقه، ربع ساعه، نص ساعه، المهم على حسب القسطو ديالي. بعد ما كيما قلت لكم نست قهويتو، هنا ندوز الكوزينه نحي الماعن تاع العشاء كيما قلت لكم، يعني نخليهم يستقطروا في الليل صغار هكذا، وين نحيهم كي نكون هكا بيان اون فورم. ليسونسيال هنا جست باش ندير معكم هذا الفطور. يعني راح نديرو اليوم عديسه. راكم تشوفوا الشتاء كامل لازم مره في 10 ايام، مره في 15 يوم واحد يطيب هكذا عديسه لوبيا. ليسونسيال اليوم راح ندردش معاكم على واحد التعليق جاني البنات في لي كومونتير. قالت لي وحده علاش راكي تهضري دائما على الاطفال انا يعجبوني لي فيديو تاعك ونتفرجك، بصح انا ما يعني ما عندي عجوزتي وشيخي في الدار ساكنه مع اهل الزوج ديالي. الوغ ما كيش تمدي لنا هكذا مواضيع عليهم. قلت لها انا ما نقدرش نهضر على عجوزه وشيخ بيسك انا الروتين تاعي فيه ولادي وراجلي وانا، هذا ما كان. قالت لي معليش نسلف لك عجوزتي وشيخي يامات، هكا جوزي معاهم يامات، جربيهم واعطيني النتيجه، ولا قصري لنا شويه في الموضوع تاع العجوزة والشيخ. ليسونسيال ضحكتني بزاف بهاد الهضرة، قعدت يعني نضحك مومون وانا نضحك عليها كي قالت لي نسلف لك عجوزتي وشيخي. هنا البنات حبيت نهضر لكم على الكوكوطه هذه قبل ما نهضروا في السوجي تاعنا. شوفوا اللي عندها لا كوكوط هذوما اللي عندهم لي جوان، يعني خذوها كنصيحه. لازم كي تكونوا تقليوا القدره ما تغطيوش بها، باسكو اذا حبيتوا باش تحافظوا على لو جوان تاعكم ما تقعدوش اشاك فوا تشرو في لو جوان. وعلى بالكم دوكا هذوما لي زاكسيسوار راهم غاليين بزاف بزاف.
دونك كي تكونوا تقليو القدره غطيو بغطا عاديه بهكذا باغ اكزومبل، ما تغطيوش بها باسكو لو جوان هذاك يروح فيها. يعني كي تروحوا تمرقوا وخلاص باش تغلقوها اللي تغلقوا يعني بهذيك بالغطا تاع لا كوكوط. سينو يعني اي كوكوطه كانت عندكم لازم تغطيوها بهكذا بغطا عاديه، هذاك لو جوان يروح فيها. ليسونسيال نرجعوا للموضوع ديالنا اليوم. حابين نقصروا شويه في موضوع حساس شويه، ويعني به راهم يسفريو هكايا العرايس، يسفريو العجايز ليسونسيال بكلا الطرفين. يعني اللي تروحي عندها يعني تحكي لك، اللي تروحي عندها تقول لك باغ انا عروستي فيها وفيها، والاخرى تقول لك انا عجوزتي والله ما لقيت معاها الحل مع شيخي ليسونسيال، ولا اهل زوج تاعي، ولا عجلوستي كاين اللي ساكنين مع الواسد، كاين اللي ساكنين مع الواس. يعني على حساب. المهم ليسونسيال هاد المراه هاديه الموضوع ديالها تاع قالت لي كيفاش نتعامل مع عجوزتي وشيخي، كيفاش ندير لهم. يعني ما عندهاش هي ما تكرههم ما والو، قالت كان الحمد لله يعني ما نكرههم حتى حاجه، بصح حبيت ندير معاهم حاجه الحل، ما لقيتش الحل اعطيني الحل. رايحين نمثلوا هاد الزواج هذا بالإنسان ولا شخص اللي يكون يخدم في شركة ولا يكون يخدم العمل الحر. يعني المرأة اللي تكون راح تتزوج وتدخل عروسة عند أهل الزوج ديالها هي شغل المرأة اللي راح تدخل تخدم في شركة. أما المرأة اللي تسكن وحدها راح نمثلوها كي شغل المرأة اللي تكون تعمل الأعمال الحرة ديالها. كاين فرق كبير. المرأة اللي تكون أعمال الحرة ديالها راح تكون المرأة يعني تدخل في تجارب هي تانيك، وراح يكونوا شوية صعب عليها، ما راحش تكون حاجة سهلة نهار اللي ديري الدار ديالك وحدك. هكذا تكوني شغل في اختبار، وبالعقل بالعقل حتى يعني تتعلمي. اما نهار اللي تروح الطفلة ولا العروسة لأهل الزوج ديالها راح تطبق واحد القوانين هكذا، اللي تمشي عليهم كيما يقولوا هما، وراح تسير بهذيك القوانين. هذا هو الفرق ما بين المرأة الحرة والمرأة اللي تخدم في الشركة. الحاجة الأولى اللي راح نبداو بها هي لازم يكون القدر بيناتكم، يعني راح تقادريهم ويقادروك. راح تقولي لي كيفاش هما رايحين يقادروني. تبعي معايا مليح وراح تشوفي كيفاش رايحين يقادروك. الحاجة الأولى اللي هي كلمة صباح الخير. صباح الخير راح تنحي كامل الزعاف تاع 12 ساعة اللي جازو من قبل. أي حاجة أنت كنتي زعفتي عليهم ولا هما رافدينها عليك راح تروح في ثواني بكلمة فيها يعني بزوج كلمات صباح الخير. راح تنحي كامل الغيظ وتنحي كامل هذاك الزعاف. راكي تعرفي كي تكوني عند أهل الزوج أنت تفهمي النقص وهما تاني كيفهموا فيك النقص، بيسك العام الأول ما حش تعرفوا بيناتكم مليح. دائما يكون هذاك النقص هذاك وهذاك كامل هو الشيطان هو اللي يخدمها. ليسونسيال كلمة صباح الخير راح تغلبيهم بإذن الله. نرجعوا هنايا كيفاش هما رايحين يقدروك ولا يكون القدر بينك وبينهم. اذا جرحوك بكلمه او حاجه اي حاجه ووجعاتك يعني هكذاك في هذيك الدقيقه هذيك واش راح ديري معاهم يا اختي الكريمه؟ نظره واحده طويله في عينهم راح يكون سبب تقدير ديالك، سبب تقدير الذات ديالك. يعني نظره واحده كبيره راح دير الفرق كبير. راح يدخلوا في حوايجهم، راح يحشموا، راح يقولوا لك واش درنا. يعني ولا كنتي بلا بلا انت وهما بلا بلا راح يطيح بيناتكم هذاك القدر وهي تزيد في الكلام وانت تزيدي في الكلام، تولي تسمعي غير الحوايج اللي ماشي ملاح. يعني صراحة لو كانت تخزري في هذيك النظرة الطويلة هذيك فيها معاني بزاف 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 كبيرة. وحاجة المهمة باش تيفيتي كامل المشاكل، لازم تطبقي العادات والتقاليد ديالهم. يعني ديري وش يعني العادات اليومية اللي يديروها في البيت ديالهم راح ديريها كيما هما العادات اللي يديروها في الأعياد في المناسبات. يعني راح تطبقي وش يديروا مثلا. يعني المنوض ينوضوا بكري تنوضي بكري، ما ينوضوش بكري قعدي في فراشك ما تنوضيش بكري. يعني وش يديروا هما تبعيهم، وهذا باش يعني باش تنجحي في العلاقات بينك وبينهم. حاجة مهمة بزاف بالنسبة ليك نتيا، يعني قومي غير بالواجب ديالك فقط، ما تزيدي ما تنقصي. يعني قومي بالواجب ديالك اللي لازم عليك ديريه. المهم ما ديريش حاجة فوق طاقتك وما ديريش حاجة فوق الجهد ديالك، وبيان سور ما ديريش حاجة تحت نقص الجهد ديالك. ولا كما نقولوا احنا بالعامية يعني تذكري ما تذكري كما نقولوا، وما ديري حاجة
فوق الجهد ديالك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني ربي ما يكلفش العبد ديالو حاجه فوق الطاقه ديالو، بيسك هذيك الحاجه اللي ديريها فوق طاقتك ديريها اشاك فوا، او يجي نهار وين تحبسيها، ومن بعد النهار اللي تحبسيها يقول لك اوب راهي تبدلت علينا. نقطه مهمه بزاف بزاف اللي هي فن التجاهل. كيفاش راح تتعاملي مع اهل الزوج ديالك نهار اللي تسمعي كلام ماشي مليح عليك، يجوا يقولوا قالت فيك وعملت فيك، راح تسمعي كلام ماشي مليح عليك، وراح كيما نقولوا تقدري تسمعي حتى بودنك. هكذا تجي على غفله جايزه تسمعي الهضره عليك، ولا تسمعي واحد يجي يقول لك هي قالت فيك وعملت فيك. واش راح تكثري نتيا هنا؟ كثره الاستغفار، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذيك الدقيقه اللي راح تقوليها وعده مرات راح تحسي حاجه بارده هكذا هبطت، وغير يجوز هذاك الوقت راح تبردي، وراح كيما نقولوا تتجاهلي داك الشيء، جاهلي 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 قدر المستطاع. راح تجوز هذيك الوقيته وراح يجوز هذاك النهار، وهذا ما كما نقولوا الا كلام. وانتي حاجه مهمه تاني راح نقولها لك، نقطه مهمه مهمه، يعني الكلام اللي يوجعك من اهل الزوج ديالك بيان سور لازم تفرغيه، ولازم تحكي لواحد اللي يكون كما نقولوا انسان يكون تاع كونفيونس، انسان اللي ما يخربلكش دارك. يعني الحاجه اللي تجرحك ما تحكيهاش نيمبورت لو كي، سيي ماكسيموم ماكسيموم تخيري الانسان المناسب باش تحكي له، يعني الحاجه اللي الاوجاع ديالك ما تحكيش نيمبورت لو كي، الحكايات ديالك المشاكل ديالك، يعني عرفي لي الانسان، اختاري الانسان المناسب. هادو هما اللي حبيت نقولهم لك. والنقطه الاخيره اللي راح نقولها لك انه اي مرأة في الدنيا هذه تداوس مع راجلها وتتزعف مع راجلها. كي تكوني تداوسي مع راجلك ويجرحك بكاش كلمة قدام ماليه، ولا يهضر هكذا بعياط معاك، ولا ديري كي شغل ما كاين حتى حاجة. جربي هاد الحاجة هذه، يعني كي يكون هو يكون اليز على بالك، يكون مع ماليه هيتو يكون اليز ويدوس معاك، ديري كي شغل ما كاين والو. باسكو هما ما حش يعسو، هما واش راهو يقول، راح يعسوك غير انتيا واش راح ترجعي له. راهي شنفت معاه، راهي قاتلو، وراهي خسرت له في الكلام، يبداو يعسوا غير فيك انت، ما يعسوش كامل هو واش يقول لك كاع ما يسمعوش، يقعدوا غير يعسوا فيه. الوغ من الاحسن ما ترجعي ما تقولي حتى حاجه. كي تدخلي في البيت ديالك ديري رايك فيها، انا نقول لك يعني ربيه مليح مليح. هذا ما كان مش حبيت نقول لك في هذا الفيديو. وحاجه النقطه الاخيره هذه اللي حنكملها معك. شوفي نهار اللي ديري كامل هاد الحوايج هادوما ان شاء الله باذن الرحمن راح تتهناي، وراح كما نقولوا تعيشي اسعد انسانه في الحياه. حبيت نقول لك برك تقولي لي دوك انت في هذا الموضوع انا واش راح لي يحبوني يكرهوني يندبوا لي. هذا شوفي هذا من النجاح الحياة الزوجية، يعني من النجاح سورتو إلا كنتي ساكنة معاهم يعني هذا باش تعيشي انتيا آلاز، ما تعيشيش مقلقة. على بالك فرحة الزوج اللي مهمة بزاف 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 بزاف، انه يكونوا يحبوا المرأة ديالو ويحبوا اولاده. على بالك راح تكبري في عينه وراح يزيد يحبك اكثر واكثر واكثر، يعني ما تتصوريش شحال. واحد النقطة مهمة نسيت باش نقولها لكم خياتي، الهدايا. يعني الهدايا اللي راح ينحيوا البغض الكبير كامل، الهدايا اللي راح يفكروهم دايما باللي كل ما يلبسوا ديك الحاجة، يعني ما تشريوش الحاجة اللي مأكولة، يعني المأكولات ينساوهم، حاجة الملموسة مثل المصحف، يعني حاجة تاع صلاة، حاجة لبسة هكا مليحة اللي دايما كل ما يلبسوها ولا يديروها راح يتفكروك اختي العزيزة. وهذه هي رسالتي للعروسة ولا المرأة اللي راح تروح عروسة، يعني هكذا بعض النصائح اللي باش تتهناي في بيتك الزوجية إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يفرج على كل وحدة هكذا باش تستقل وتعيش حياتها كما راهي حابة. المهم رسالتي كما قلت لكم اليوم للعروس ولا للزوجة. إن شاء الله راح ندير رسالة إن شاء الله نهار واحد آخر للعجوزة هكذا كيفاش تتعامل باش تتفادى هي تاني المشاكل. ليسونسيال لحقنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم كان عجبكم. أخليكم على خير في أمان الله، إلى فيديو مقبل إن شاء الله. سلام.